وابتدت القصة لما شاف كارلو الصغير طائرات في السماء، وكان مبسوط جدا انه شافهم، لدرجة انه جري على ابوه علشان يقوله. وكان ابوه بيشتغل نحات، كانت امه ميتة، وكان هو وابوه ملهمش غير بعض. كان ابوه دايما بينيمه في السرير اللي جنبه وبيحكي له قصة زي ما كانت امه بتعمل، وكان دايما بيعلمه ازاي ينقي كوز الصنوبر المثالي وازاي يزرعه علشان بعد كده يكون شجرة بيقطعها ويستخدم خشبها في النحت. وبحكم انهم هما بس اللي مع بعض، كان السيد جيبيتو بياخد ابنه كارلو معاه اي مكان بيروحوا، وكان كل الناس بتحبهم، وكانوا مسميين سيد جيبيتو الاب الصالح علشان كان واهب حياته كلها لابنه. لحد ما في يوم من الايام راحوا الكنيسة علشان السيد جيبيتو يركب التمثال اللي نحته، وكان كارلو كالعادة مع والده. كارلو قال لابوه فجأة انه عايز يروح للمنزل، ولكن سيد جيبيتو طلب منه انه يناوله اللون الاحمر. وكان كارلو عمل مفاجأة للسيد جيبيتو وحط له كوز صنوبر مثالي للزرع. سيد جيبيتو ادى لكارلو كوز الصنوبر، وفجأة سمعوا صوت قنابل. مستر جيبيتو قال لكارلو اجمع الحاجة بسرعة علشان نروح. فعلا جمعوا الحاجة وطلعوا من الكنيسة، ولكن كارلو نسي كوز الصنوبر جوه الكنيسة. رجع علشان يجيبه، وسقطت قنبلة على الكنيسة فجرتها، وكان جواها كارلو اللي مات قدام ابوه. وكان مستر جيبيتو والد كارلو مصدوم. ومن بعدها قعد سنين جنب قبر كارلو، كان بياكل قليل وبيشتغل اقل، وكان دايما بيعيط ويتمنى رجوع كارلو. والصرصار ده كان بيدور على مكان يعسكر فيه علشان كان حابب يعمل كتاب عن قصة حياته المثيرة، واختار انه يقعد في الشجرة اللي قدام قبر كارلو. فجأة سمع صوت مستر جيبيتو وهو بيبكي، طلع يشوف في ايه. طبعا اما شاف المنظر صعب عليه جدا، ولما بص من بعيد لقى شيء غريب زي فراشات، ولكنها مش فراشات، هي كمان كان صعبان عليها مستر جيبيتو جدا. فجأة انهار مستر جيبيتو وقرر انه هيصنع من الشجرة دي كارلو جديد. طبعا كان مخمور ومش في وعيه، بدأ يكسر الشجرة وكان جواها الصرصار. بعد كده سحب خشب الشجرة وبدأ انه ينحته على شكل ابنه. بعد كده ما قدرش يواصل وراح في النوم. جت بعد كده الارواح اللي كانت في الغابة ودخلت. لما شافهم الصرصار خاف جدا وقال لهم ان ده بيته وانهم يبعدوا، ولكن الروح وهبت التمثال الحياة، وقالت للصرصار انه ياخد باله منه ويوجهه عشان يعمل الصح، وانه لو عمل كده له امنية الروح دي هتحققها له. اليوم اللي بعده لما صحي مستر جيبيتو سمع صوت حد بيتحرك. في الاول فكره حرامي، لكن بعد كده عرف ان التمثال، وكان مندهش ازاي التمثال بيتحرك. وكان بينوكيو التمثال بينادي على مستر جيبيتو بأبي، وكان بيسأله على اسم كل حاجة وايه استخدامها. بعد كده قرر مستر جيبيتو انه يحبس بينوكيو ويروح الكنيسة وينبه عليه انه ما يخرجش، ولكن بينوكيو يكسر الباب ويخرج. والصرصار يحاول انه ينصحه انه يسمع كلام مستر جيبيتو وما يخرجش، ولكن بينوكيو قرر يروح الكنيسة. فعلا راح بينوكيو وقدر يوصل الكنيسة، وكان الكل مشغول. وفجأة طفل يشوفه فيقول لابوه ايه ده بصوت عالي. الكل يبص على بينوكيو ويخافوا ويستعجبوا منه. بعدها يشوفوا مستر جيبيتو. بينوكيو يقول له ابي. الكل يستعجب جدا من اللي بيحصل. بعدها السيد جيبيتو بيحاول يقنعهم انها مجرد دمية من الخشب، ولكن رد بينوكيو انه مش دمية وانه انسان من لحم ودم، وده خلى مناخيره تطول. بعد كده طردوا السيد جيبيتو وبينوكيو من الكنيسة. لما روحوا سألوا بينوكيو ليه مناخيره طولت، ورد عليه قال له ان الكذب مكشوف زي المناخير الطويلة، الكل بيشوفها ما عدا صاحبها. وهما بيتكلموا الباب خبط، وكان قس والظابط وابنه واقفين على الباب. دخلوا يتكلموا مع مستر جيبيتو عن الدمية والرعب اللي عملته في الكنيسة للناس، وانه بينوكيو ممكن يهدد خطر على حياة الناس. ولكن مستر جيبيتو طمنهم انه طيب وانه هيحبسه ومش هيخرجه من المنزل. ولكن بينوكيو اعترض وقال له انه هيكسر الباب والنوافذ ويخرج. السيد جيبيتو امر بينوكيو انه يروح يقعد عند المدفأة لحد ما يخلصوا كلام. بعد كده الضابط يقترح ان بينوكيو لازم يروح المدرسة علشان يتعلم الانضباط. فجأة بينوكيو يقرب من المدفأة اكتر من اللازم، والنار تمسك في رجليه. بعد كده مستر جيبيتو يمسك بينوكيو وحطه في المية، ولكن رجله اتحرقت تماما. بعد كده اخدوا السيد جيبيتو ونيمه على السرير اللي كان بينام عليه ابنه كارلو، وقال له انه عايزه يسمع الكلام زي ما كان كارلو بيعمل، وانه هيصنع له رجول جديدة بكرة. بعد ما نام جيبيتو، بينوكيو نده على سباستيان الصرصار وسأله من هو كارلو.
رد عليه الصرصار وقال له ان كارلو ده ابنه وانه فقده منذ سنوات. رد بينوكيو: ازاي حد يقدر يفقد انسان كامل كده بشحمه ولحمه؟ رد عليه الصرصار قال له انه مات وما بقاش موجود، وان ده عبء كبير على اي اب انه يخسر ابنه الصغير. وهو معدي كان في قرد بيعلق لافتات للسيرك، ولما شاف بينوكيو استغرب جدا ازاي في دمية بتتحرك. راح بسرعة لصاحب السيرك اللي اسمه الكونت فلوبي وقال له ان فيه دمية حية. شافها فرح صاحب السيرك جدا انه اخيرا لقي حاجة ممكن تخلي الناس تتابعه ويكون مشهور من جديد، وقرر انه لازم يحصل على الدمية دي. كان دايما بينوكيو بيبص للتمثال اللي في الكنيسة ويسأل السيد جيبيتو للناس بيحبوه ومش بيحبوني. رد عليه سيد جيبيتو وقال له ان الناس دايما بتخاف من الحاجة اللي ما تعرفهاش، وانهم لما يعرفوك ويتعاملوا معاك هيحبوك. اداله الكتاب اللي كان بتاع كارلو. لما بينوكيو سأل سيد جيبوتي: هل انت كنت بتحب كارلو؟ قال له: نعم انا احببته. ووعدوا بينوكيو انه هيكون مطيع زي كارلو بالظبط. اخد الكتاب ومشي علشان يروح المدرسة، ولكن كان القرد وصاحب السيرك مستنيونه، وقدر يقنعه انه لو راح معاه السيرك هيكون نجم، وانه هيجيب له مشروب شوكولاتة ساخن وهيلاعبه بالالعاب. فعلا بينوكيو سمع كلامه رغم انه الصرصار حذره. بعدها راح الضابط للكنيسة قابل سيد جيبوتي وقال له ان بينوكيو ما راحش المدرسة. اخدوا بينوكيو السيرك واكلوه حاجات كتير، وكان القرد بيحرك الدمى ويخليهم يتكلموا معاه على انهم اشخاص زيه، وكانوا بيقنعوه انه يفضل معاهم وما يروحش. راح السيد جيبيتو عشان يدور عليه، ملقاهوش، ولكنه لقي الكتاب وسمع صوت بينوكيو وهو بيغني. كان الصوت جاي من ناحية السيرك. راح السيرك لقى بينوكيو وكان بيغني ويرقص وفرحان انه بقى نجم والناس بتسقف له. بعد كده مستر جيبوتو قرر انه ياخد بينوكيو ويمشوا، وكان بيقول له: انك وعدتني انك تكون زي كارلو وتكون مطيع. بدأ بينوكيو يبرر له موقفه ويخلق اعذار كلها كذب، وكانت مناخيره بتطول. بعد كده خرج صاحب السيرك وكان بيحاول ياخد بينوكيو بالقوة، ولكن بعد شد وقع بينوكيو تحت سيارة ومات. راح عالم تاني وقابل كائن غريب قال له: انت خالد ومش بتموت، ولكن كل مرة تموت فيها لازم تنتظر ان الساعة الرملية دي بتخلص وترجع للحياة، وان كل مرة حجم الساعة دي بيكبر والفترة اللي هتنتظرها هتكون اطول. كانوا اخدوا جسمه للمستشفى وكان ميت، ولكن فجأة الحياة ترجع له وكل اللي موجودين يصيبهم الذهول. اول ما يصحى الكل يبقى عايز ياخده معاه. الضابط عايزه علشان يخلي جندي، وصاحب السيرك عايزه يعمل بيه عروض، وهدد مستر جيبيتو ان بينوكيو ماضي على عقد مع السيرك، وانه لو ما نفذش العقد لازم يدفع شرط جزائي ضخم. ولكن مستر جيبيتو اخده علشان يرجعه البيت، وبدأ يلومه وقال عليه انه عبء تقيل. بعدها بينوكيو فكر بالكلمة وقرر انه لازم يمشي علشان ما يكونش عبء على السيد جيبيتو. بعدها اخد الصرصار حبسه وساب البيت. راح للسيرك واتكلم مع صاحب السيرك انه هيشتغل معاه مقابل انه يعتق والده السيد جيبيتو من الدين اللي عليه، وقال له انه عايز يرسل حصته من الارباح لوالده السيد جيبيتو. لما صحي السيد جيبيتو ملقاش بينوكيو، لقى الصرصار اللي قال له انه راح السيرك. راح مستر جيبيتو للسيرك ولكنهم كانوا رحلوا. بعدها الصرصار لام السيد جيبيتو على معاملته لبينوكيو وانه كان بيعتبره والده وكان بيحبه. وقتها قرر السيد جيبيتو انه لازم يدور عليه ويلاقيه ويرجعه، ولكن للاسف كانت الباخره المتوجهه لمكان بينوكيو غدرت، واضطر السيد جيبيتو انه يأجر مركب باخر فلوس معاه. ولكن قبطان المركب حذرهم ان المنطقه اللي رايحينها دي فيها وحش عملاق والميه كمان ملغمه، ولكن السيد جيبيتو اصر على انه يروح يدور على بينوكيو. في الوقت ده كان بينوكيو اصبح نجم وعمل اغنيه لوالده واغنيه للقائد موسوليني اللي كان وقتها رئيس ايطاليا، وبقى بينوكيو مشهور. بعدها قرر الرئيس موسوليني انه هيحضر عرض لبينوكيو، وكان صاحب السيرك بيضحك عليه ومفهمه ان الفلوس اللي بيكسبوها بيبعت نصها لوالده، ولكن في الحقيقه كان بياخدها ليه. ولما القرد لقى ان صاحب السيرك الكونت فلوبي بدأ يهتم ببينوكيو اكتر منه، حس بغيره وقرر انه يقول له ان فلوبي بيضحك عليك وبياخد كل الفلوس لنفسه. ولكن بينوكيو ما صدقهوش وقال للدمى انهم بيقولوا كده علشان غيرانين منه. وكان السيد فلوبي سامع كل الحوار اللي بيدور ما بين القرد وبينوكيو. بعدها اخد القرد وبدأ يضربه. دخل بينوكيو عليهم وحاول انه يدافع عن القرد، ولما شك في الموضوع قال له انه هيمشي ويروح يسأل ابوه ان كان بيوصل الفلوس ولا لا، وكان موسوليني هيحضر العرض اللي كان هيتعمل. فبدأ فلوبي يخوف بينوكيو ويهدده انه لو ما سمعش كلامه هيحرقه. وكان السيد جيبيتو ابتدى رحلته بالمركب، ولكن في نص الطريق اعترضهم الوحش وبلع المركب، وكان جواه السيد جيبيتو ولكنه على قيد الحياة داخل بطن الوحش.
جه وقت العرض وفعلا حضر السيد موسوليني علشان يشوف العرض. وقتها اتفق القرد وبينوكيو انهم يغيروا كلمات الاغنية من كلمات تمدح القائد موسوليني لكلمات تسبه، وكان فيلوبي هيتجنن. بعدها امر موسوليني باطلاق النار على بينوكيو وحرق السيرك. مات بينوكيو وكان الموت لوقت محدود، وفعلا ترجع له الحياة، يلاقي نفسه في سيارة جيش ويلاقي الضابط اللي اخده بينوكيو علشان يكون جندي في الجيش الايطالي، وبدأ يدربه. بعد كده عمل اختبار من فرقتين للجنود، وكان ابن الضابط ده في فريق وبينوكيو في فريق تاني، وقال لهم اللي هيحط العلم ده اعلى المبنى هو اللي هيكسب. وتبتدي التحدي والاتنين يوصلوا يقرروا انهم يربطوا العلمين في بعض ويعلقوهم اعلى المبنى. بعد كده راحوا للضابط اللي كان غضبان من اللي حصل وطلع المسدس وامر ابنه انه يطلق النار على بينوكيو، ولكن الولد رفض. بعدها يجي قصف جوي مفاجئ للمعسكر ويموت الضابط، ويطير بينوكيو في الجو علشان يروح لمكان بعيد عن المعسكر، فيقابل السيد فيلوبي اللي كان بيدور على بينوكيو عشان ينتقم منه. بعدها يربط بينوكيو ويحاول يحرقه، ولكن القرد ينتفض من الذل ويدافع عن بينوكيو ويضرب فيلوبي، ويقعوا هما الاتنين من اعلى الجبل علشان يموت فيلوبي بعد ما يصطدم بالصخر. بعدها بينهار الجبل وبيسكت بينوكيو. بعد كده يشوفوا جزيرة ويمشوا اتجاه الجزيرة، يسمع الوحش صوتهم. بعد كده يكتشفوا ان الجزيرة هي الوحش. حاولوا انهم يهربوا ولكن الوحش يبلعهم، وهم داخل بطن الوحش بينوكيو يسمع ابوه بيغني، واخيرا يتلم الشمل. بينوكيو بيطمن والده انهم هيخرجوا من بطن الوحش، ولكن مستر جيبيتو قال له انهم هيفضلوا في بطنه دايما، وانه هيعود لاعماق البحر تاني وهياخدنا معاه. بعدها الصرصار تجيله فكرة ويقول لهم تعالوا ورايا، ويطلعوا المنارة اللي كانت جوه بطن الوحش، ويقرروا انهم يطلعوا من ثقب النفخ، ولكن المنارة كانت بعيدة عن الثقب. بعد كده الصرصار يقول لبينوكيو على فكرة، وهي انه يكذب علشان مناخيره تطول ويقدروا يعبروا للثقب، وفعلا الفكرة نجحت. بيخرجوا من بطن الوحش، ولكن الوحش يغضب ويقرر انه يهاجمهم تاني ويبلع بينوكيو اللي يشبك في اسنان الوحش. بعدها يقرر الوحش انه يهجم على القرد والسيد جيبيتو، ولكن بينوكيو يقرر انه يفرقع اللغم اللي كان في بطن الوحش، وفعلا قدر يقتل الوحش، ولكن للاسف مات هو كمان، ولكن موته كان مؤقت، وكان لازم ينتظر الساعة الرملية تخلص علشان يرجع، ولكنه ما كانش يقدر عشان كان عايز ينقذ ابوه. وكان الحل الوحيد انه يكسر الساعة الرملية، بس لو كسرها هتكون دي اخر حياة ليه. وفعلا كسر الساعة الرملية وما ترددش. بعدها انقذ والده من الغرق وقدر يطلعوا على الشط. ولما والده فاق كان بينوكيو ميت، وكان السيد جيبيتو حزين على بينوكيو وكل اللي موجودين. بعدها جت الروح اللي كانت اعطت الحياة لبينوكيو، وطلب منها السيد جيبيتو انها تساعده، ولكن قالت له انها ما تقدرش تساعده عشان هو اختار كده. بعدها تدخل الصرصار وفكرها انه كان له امنية كانت هتحققها له لو قدر يواجه بينوكيو للصواب، وقال لها انه عمل كل اللي يقدر عليه علشان يوجهه للصواب. فطلبت منه انه يقول امنيته، وكانت هي ان بينوكيو يعود للحياة. فعلا نفذت الامنية، وعاش بينوكيو والسيد جيبيتو والقرد والصرصار لحد ما ماتوا، وكان المتبقي بس هو بينوكيو اللي قرر انه يلف العالم. كده يكون الفيلم خلص. لو عجبك الملخص اعمل لايك واشترك بالقناة علشان تشوف الملخصات الجديدة اول ما تنزل. سلام.